السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا جبت لكم طريقة قراءة رسائل الواتساب بدون ما الطرف التاني اللي بعت لك الرسائل ما يعرف إنك قريتها، حتى لو كانت رسائل طويلة مش قصيرة. تعالوا معايا للشرح. هنفتح الموبايل وهندوس دوسة طويلة على الشاشة، بعدين هنضغط على أيقونة التطبيقات المصغرة اللي تحت دي، وهتظهر لنا كل التطبيقات زي ما احنا شايفين كده. هندور على تطبيق الواتس اب، هنضغط عليه ضغطة، بعدها هنضغط على النافذة دي وندوس على كلمة إضافة، وبتظهر لنا على الشاشة النافذة الجديدة اللي ممكن نكبرها وممكن نصغرها، ودي اللي هتخلينا نقرأ ونشوف الرسائل من خلالها من غير الطرف التاني بيعرف ان احنا شفناها وقريناها. هنجرب نبعت رسالة. زي ما احنا شايفين كده بنلاحظ اني استلمت الرسالة وقريتها، وما زالت الرسالة عند المرسل لسه باللون الرمادي. تعالوا نجرب كده في رسالة طويلة. هنكتب الرسالة وهنبعتها. في نفس الوقت انا بقرا الرسالة اهو، بستلمها، قريتها كلها، لسه العلامة باللون الرمادي. تعالوا كده افتح الرسالة بقى من الواتس نفسه بتاع الموبايل الطبيعي اهو. اول ما فتحت الرسالة ظهرت العلامات تحولت لأخضر. اتمنى الشرح يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.